طب يا مساء الخير، لحد دلوقتي والحرب بدأ بين إيران وإسرائيل وإحنا مش شايفين آثارها علينا ولا حاسين إن هيبقى في أزمة عالمية، ولكن التطور أو الخبر اللي أنا هاقوله لك في الفيديو هو فعلًا اللي هيسبب أزمة عالمية لو حصل. طبعًا الفجر النهارده إحنا قمنا لقينا أمريكا بتقول لك إحنا ضربنا ال3 منشآت النووية اللي في إيران، فإيران تطلع على طول بعد التصريح ده تقول إحنا ما سمعناش حاجة، أنتم عمالين تقولوا ضربة، 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 إحنا ما سمعناش حاجة يا جماعة. هم كده بيحاولوا يدّوا سخرية للموضوع، ولكن للأسف فعلًا الطيران الأمريكي دخل جوه أراضي إيران وضرب وطلع، ولكن بسبب إن المنشآت الإيرانية ديّة موجودة على عمق كبير جدًا في الأرض، يا دوبك الطيران قدر يضرب السطح بس بتاع المنشآت ده، زائد إن في مصادر بتقول إن إيران قدرت تنقل اليورانيوم المخصب لأماكن تانية قبل الضرب ما يحصل، وبالتالي فإيران بتسخر بتقول لك إحنا ما سمعناش حاجة، لأن هم بيقولوا إن هم ما اتضرروش من حاجة، وطبعًا بناءً على الضربات الأمريكية ديّة إيران تضطر إن هي تاخد قرار من أهم القرارات في الحرب، وهي إن هي تقفل مضيق هرمز. طب مضيق هرمز ده مهم ليه؟ لأنه تقريبًا بيعدي فيه نسبة 20% من النفط اللي متجه للعالم كله، يعني كل النفط اللي جاي لحضرتك من الخليج ده رايح لأوروبا بيعدي على مضيق هرمز، وبالتالي المضيق ده لو اتقفل فعلًا في أزمة عالمية هتحصل في العالم كله، والآثار بتاعة الحرب اللي إحنا ما كناش حاسينها هنحس بيها جامد أوي وفي مرة واحدة. وأما بقى بالنسبة لساحة العالم والعالم بيقول إيه، بوتين مثلًا طلع قال لك يا جماعة أمريكا بتزُق العالم لحرب عالمية تالتة، وقال كمان إن في دول من الدول العظمى اللي تمتلك نووي قررت تمد إيران بسلاح نووي عشان توازن القوة بينها وبين إسرائيل، مش بس سلاح نووي ده إمدادات على كافة المصادر كمان. هنرجع تاني بس للضربة اللي ضربتها أمريكا دي متوقف عليها حاجتين لو شُفتهم في الأيام الجاية تعرف إن الأمور زي ما هاقول. لو إيران ضربت المنشآت الأمريكية اللي موجودة في الشرق الأوسط، اعرف إن إيران معاندة ولسه موجودة في الحرب وهتستمر لآخر نفس، إنما لو جابت ورا تعرف يا باشا إن هي خسرت الحرب وِش. لكن هم ما شاء الله مدهشين، أول ما اتضربوا طلّعوا صواريخ ضربت تل أبيب وحيفا ومطار بن غوريون، فما شاء الله عليهم سدد الله رميهم، يعني ربنا ينصرهم عليهم. ولكن الخبر الوحش فعلًا إن إغلاق مضيق هرمز ده ممكن يحوّل القوة العالمية كلها أو يعمل حرب أوروبية في أراضي إيران، لأن تقريبًا مصالح العالم كلها هتُقف لو هم قفلوا المضيق ده، تقريبًا الشرق الأوسط كله هيتأثّر، وبالتالي أوروبا هتتأثّر، وبالتالي المضيق ده لازم يتم السيطرة عليه دوليًا أو عالميًا زي ما بيقولوا. فالتطورات كتير والمصادر كتير جدًا، ولكن اللي أنا متأكد منه إن أول ما المضيق ده يتقفل الدنيا حرفيًا هتتقلب، وساحة الحرب دي هتتغير 180 درجة، وهتبتدي تشوف بقى حرب على مستويات برية ومستويات جوية أكتر من كده بكتير. الموضوع مش هيعتمد على صواريخ أو هيعتمد على كام درون بتضرب، لأن الموضوع هيضر بمصالح دول عظمى كبيرة. فتخبط اللايك المتين واعمل فولو عشان تتابعني إن شاء الله في الحلقات الجاية والحلقات اللي بعدها والحلقات اللي بعدها. شكرًا.